يوم 11/11 دي دعوة شعبية خالصة. مين اللي نازل يوم 11/11؟ بالي وبقول لكم عشية 11/11 تتضح الصورة، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بالكنبة اللي قاعد المتخلف اللي قاعد يتفرج علينا، انزلوا يا بقر انزلوا. ايه يا جماعه الكلام ده؟ بالراحه كده، خلونا نفهم الموضوع من اوله. انا النهارده معاك، ومعاك دي معناها ان انا مع الناس اللي بتتابع هاشتاجات النزول، مش مع اعلام الاخوان. عايز تنزل ننزل، مش عايز تنزل ما ننزلش، بس الاول نشوف الحلقه ونشوف اذا كنا هننزل ليه. حلو كده؟ فخلينا نقول اهلا بيكم في حلقه جديده بالمصري. اتعمل دعوات على لسان جماعة الإخوان وإعلامها عن دعوات للنزول يوم 11/11. فقال لك نعمل بروفة ونطالب الناس إنها تنزل بعد الماتش اللي هو كان ما بين الأهلي والزمالك. حلو قوي. هنعمل إيه بقى بعد الماتش؟ قال لك كل واحد ينزل يشجع فرقته. يا راجل، يعني أنا اليوم ده شاركت في الدعوات وأنا مش واخد بالي؟ يعني هو انا المفروض اشجع فرقه مين لما ما اشجعش فرقتي؟ بس سيبك بقى من دعوات بعد الماتش دي ونرجع تاني لدعوات 11/11 وخليني معاك زي ما انت عايز. هننزل يوم 11/11 يا عم، مش هينفع ترجع تخرب تاني يا عم، الدنيا غاليه قوي. ما هو ده على العالم كله يا عم، دول رفعوا سعر الدولار. لا ثواني، انت نازل عشان سعر الدولار عالي؟ طيب خليني اقول لك ان سعر الدولار عالي يوم 27/10 اللي هو كان يوم الخميس، لما البنك المركزي حرر سعر الصرف، وده ملوش اي علاقه بالدعوات بتاعه 11/11 اللي كانت تقريبا من اول شهر 10. فخلينا بقى نسال الاسئله المهمه. هو مين يعني الجهة المنوطة بحفلة 11/11؟ يعني مايكل بولتون كان مايكل بولتون، 25 يناير كان عارفين فيها مين، 30 يونيو كان عارفين فيها مين، 11/11 فيها مين؟ من الذي دعا؟ حسام الغمري هو صحفي كبير، زميل عزيز مقيم في تركيا، وتم اعتقاله النهارده الصبح من السلطات التركيه على خلفيه يعني دعواته للمظاهرات بتاعه 11/11. لحظه بس، انت بتقول ان تركيا بتعتقل حد؟ بص، هو مش غريب عليكم ان انتوا تخرجوا من اي بلد تقولوا عليها اي حاجه بعد كده، لان الغايه منها خلصت. بس خلينا حافظين اسمه حسام الغمري ده ونشوف مين اللي تاني اللي دعا للنزول يوم 11/11. دكتور طاهر الشرقاوي المتحدث الرسمي باسم حراك 11/11، وكمان عملته مسؤول عن 11/11 واسمه ايه؟ فالدكتور طاهر الشرقاوي المتحدث الرسمي باسم حراك 11/11. طيب مين تاني بيدعو للنزول يوم 11/11؟ يا اولاد الكلب، قوموا يا شعب مصر وحزب الكنبه اللي قاعد المتخلف اللي قاعد يتفرج علينا، انزلوا يا بقر انزلوا انزلوا دافعوا عن بلدكم. انا اسف لو انا بغلط. لا ولا يهمك، اتفضل. مصر العظيمه، مصر الحضاره، مصر العلم، مصر المقصة. هتاخد كام يا ابن الجزمة؟ طيب لو ابتدينا من الاول كده، حسام الغمري ده كان رئيس تحرير قناه الشرق الاخوانيه كده، طبعا احنا عرفنا هو بينتمي لمين ومين اللي زقه. تاني واحد هو طاهر الشرقاوي. بص، هو انا ما اعرفوش. طب هو ناوي يعمل ايه بعد 11/11؟ حراك 11/11 لازم يسيطر على كافه مؤسسات الدوله، لازم يسيطر على كل اقسام الشرطه اللي موجوده في مصر، لازم يسيطر على كل مديريات الامن اللي موجوده في مصر، لازم ينجح في حصار القوات المسلحه، لازم يسيطر على مؤسسات الموجوده داخل المؤسسه العسكريه. يعني هنرجع تاني لاقتحام الاقسام والمديريات والكلام ده؟ كل ده ليه؟ لو ما خرجتش عشان ترجع الخلافه هتلبس في الحيطه. احنا قلنا 11/11 هو رمز. الموضوع مش موضوع اكل وشرب، الموضوع موضوع دين. خلافه ودين؟ هم المصريين ناقصين دين؟ هو ده كل اللي تعرفوا عننا؟ ومحمد علي اللي ليه كل سنه 4-5 دعوات للنزول. مفيش احلى من التجمع في العيد الكبير، وربنا يكرمنا كده ونروح لمسبيرو عشان نطلع نسمع العالم وكل الدنيا ان المصريين عندهم كرامه. لما اجي انادي على ثوره وهعمل دعوه هتبقى في 20 سبتمبر السنه اللي جايه. لازم ننزل بكره الساعه 3. يا ناس يا ناس يا ناس، انا قايل الميعاد 9 بالليل. خلينا بقى ندخل في صلب الموضوع. هي الدعوات دي طلعت ليه؟ عشان ارتفاع الاسعار، صح؟ طيب لما اقوم بثوره عشان الاسعار يبقى الاسعار عندنا غاليه والعالم كله مستقر، صح كده؟ والله الكلام ده بكلمه لك بالعقل. لما اتعمل ثوره ضد مبارك كان العالم كله مستقر واحنا الفقر بياكل فينا. طيب ايه الفرق دلوقتي؟ ان الازمه مش بتاعتك، ولو على المظاهرات هي شغاله اصلا. مروا الى الشوارع هربا من لهيب الاسعار، يخافون شتاء لا يعرفون ملامحه. انت متخيل؟ مظاهرات في اوروبا عشان الاسعار؟ مش بس كده، ده في دول عايزه تطلع من الاتحاد الاوروبي. عارف ليه؟ يلقي بظلاله على تماسك الاتحاد الاوروبي، فموجة الغضب دفعت متظاهرين الى المطالبة بانفصال دولهم عنه، ولسان حالهم يقول: ما الذي يقدمه لنا اتحاد يتركنا نتدور جوعا؟ الناس في اوروبا جعانه حرفيا. انت مدرك حجم الموضوع؟
هسيب لك لينك التقرير ده وحاجات تانية غيره عشان تتاكد بنفسك. ومع ذلك الناس خرجت في مظاهرات مش عشان الاسعار، لا، بس لان لما الاسعار زادت الحكومه منعت مرتبات ووقفت معاشات. يعني هم مقدرين ان في ازمه عالميه لكن الحكومه ما وقفتش جنبهم. أنا هنا متضامن مع المتظاهرين فيما يتعلق بزيادة الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، عن ارتفاع أسعار الطاقة وتجميد مستوى مرتبات موظفي الخدمة المدنية والتجميد أيضا عند المتقاعدين. وقفوا معاشات ومرتبات، مش زودوا وعملوا علاوات زي ما حصل في مصر. من حقك طبعا تزعل ان الاسعار غليت، لكن هل تقدر تقول لي بالعقل مين السبب؟ هل الحكومه بتاعتنا هي اللي غلت الاسعار؟ لو اجابتك يبقى هي برضو اللي غلت الاسعار في العالم كله. آخر فاتورة غاز وصلتني كانت 170 يورو، فيما ارتفعت هذا الشهر إلى 270 يورو، أي بزيادة قدرها 100 يورو، وهذه ضربة هائلة لنا. أنت متخيل زيادة في الغاز بس 100 يورو؟ وما تقوليش بقى ما هو عبد الله بيقول ومعتز بيعيد، لأن أنت عارف مصالحهم فين. لو عايز تجرب مصداقية ناس أنت بتتابعهم، خليني أقول لك إن مثلا واحد زي عبد الله الشريف اللي ناس كتير بتتابعه بيكذب كذب صريح وهو عارف. جاءكم إخواني حاكما فحاربوا. يعني الحاكم اللي ما تعرضلوش هو الحاكم اللي انت تختار ان انا ما اتعرضلوش، مش قاعده عامه يعني. هو اللي جايب شيخ ووضح انه قال اذا جاءكم حاكما اخوانيا فحاربوه. مش انت سمعت كده؟ مش انت فهمت كده؟ عشان هو عايز يوصل لك كده، بس لو الكلام غير كده. فاذا جاءكم اخواني حاكما فحاربوا عقيده الاخوان المسلمين وزيفوها عند المسلمين وبينوا عوارها للمسلمين. ده الراجل ما اتكلمش عن الحاكم خالص يا بود، ده بيتكلم عن عقيدة الإخوان. أنت بتغشني؟ لا ما تعملش كده تاني، خليك زي البلتاجي، كلامه زي السيف. محمد البلتاجي منسوب إليه تصريح أن العمليات الجهادية في سيناء لن تتوقف حتى يرجع الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم. يعني ما تعليقك؟ يعني فبركة مخابراتية إعلامية. أنا كان حد زيك بيسألني عن الأحداث في سيناء، فقلت بالحرف الواحد ما يدور في سيناء لا علاقة لنا به من قريب ولا بعيد. بالحرف الواحد ملناش علاقة باللي بيحصل في سيناء، بطلوا فبركة بقى. لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. طيب ده كلامك على بعضه، فين الفبركة بقى؟ مش دول اللي يخلوك تنزل 11/11 ولا أي يوم تاني، ولا إيه رأيك يا نصر؟ مفيش. بيسألوني ليه ما اتكلمتش على 11/11. بقول لكم لأنه مفيش لا 11/11 ولا 12/12 ولا 13/13. والله العظيم أنا نفسي الأسعار تنزل يمكن أكتر منك، ووالله العظيم تاني لو الارتفاع بتاع الأسعار ده بسبب الحكومة كنت قلت لك برضه، بس الأسعار في العالم كله مرتفعة وأصعب حاجة عدت خلاص. الأخ اللي ورا بيقول لي لا الأيام اللي فاتت كانت أحسن. هفكرك الكهرباء مثلا، تتذكروا الكهرباء كان كل يوم والتاني تقطع، وتيجي في وقت امتحانات الناس والضغط على الكهرباء تقطع هنا تقطع هنا، الناس بقت تجيب لمبه جاز تجيب كلوب. يعني كانت مشاكل. ومش كده بس، كمان الطلبه المصانع. انا كنت بزور بعض مصانع اروح الاقي العمال قاعده، بقول له ايه ليه قاعدين مش قالوش ليه؟ قال احنا جينا الوردانيه اشتغلنا ساعه والكهرباء قعد بقى لنا حوالي 5 ساعات قاعدين. طبعا الانتاج بيتاثر، دخل الدوله بيتاثر، الدوله دي هتمشي ازاي؟ قطع الكهرباء ده مشكله، الواحد قلبه بيتقطع عشان نقطع ساعه ولا 2 عن الناس. حضرتك احنا دلوقتي بنصدر كهرباء، بس هي دي كانت المشاكل كلها. واحنا بنستورد غاز، الانتاج بتاعنا ما يكفيناش، طب نصدر ازاي؟ لا حضرتك برضو احنا عندنا اكتفاء ذاتي دلوقتي وبنصدر كمان. وصلنا للحد ان حتى الادويه الرئيسيه اللي بيحتاجها بعض المرضى غير متوفره. مشاكل اكتر من دي بكتير عدت علينا، بس احنا اللي ذاكرتنا ضعيفه. فاكرين الدويقه؟ حضرتك الصورة اللي قدامك دي حقيقية، الناس هنا كانوا عايشين عادي. أهم حاجة عايزك تعرفها إن الأزمة عالمية، لما تخلص إن شاء الله على خير مصر هتبقى دولة رائدة، لأنها أقل الدول خسارة وسط عالم حرفياً بياكل في بعضه من قلة الغذاء والطاقة والجفاف. أيام الرخاء والوفرة ولت، وأيام الهناء صارت من الماضي. هذا ملخص ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي في أول اجتماع له مع وزرائه. رئيس فرنسا بيقول لشعبه أيام الرفاهية ولت وربنا يستر في اللي جاي. أنت متخيل يوم واحد مظاهرات تكلفته على الأسرة المصرية قد إيه دلوقتي؟ إحنا خلاص بقى عندنا أمل إن بعد انتهاء الأزمة العالمية الاقتصادية تنتهي أزمتنا ونعيش كمان بطريقة مختلفة، خصوصا إن في نية لده أصلا. إذا كنتوا خايفين على البلد دي لازم تغنوا المصريين. لازم إيه؟ تغنوا المصريين، مش انت اللي تغنى. اسمع، لو انت منشآتك اللي انت عاملها دي، مصنعك اللي انت عامله مش آمن،
ولا حاجه كله هيبقى امن بمين؟ بان كل مواطن ماشي في الشارع مرضي. انت بتبني دلوقتي عشان يبقى عندك كل مقومات النجاح وما يبقاش فيه كتير عشان تحصل نتائج، بس الازمه دي تعدي. هسيب لك تحت الفيديو ده شويه مصادر كده مش مصريه، خد فيهم لفه هتتاكد ان حالك احسن من دول المفروض ان هي اغنى منك كتير. ويا رب دايما اشوفكم بخير.